قال: هل الوضوء يسقط بالغسل؟ نعم، يسقط بالغسل إذا كان الغسل لجنابة، فيسقط الوضوء، فيدخل الحدث الأصغر في الأكبر. ولكن من أهل العلم من يشترط المضمضة والاستنشاق، إذا لم يتوضأ يشترط المضمضة والاستنشاق، فيمضمض ويستنشق، فيسقط الوضوء ويدخل الحدث الأصغر في الأكبر، ويكتفي بالغسل. وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط إذا أردت أن تكتفي بالغسل عن الوضوء ويغنيك عن الوضوء، تمضمض وتستنشق وتغتسل. أو إذا اغتسلت ثم بعد ذلك مضمض واستنشق، فيكفيك ويسقط هذا الوضوء، ولا يكون واجبا عليك الوضوء. وإذا صليت بهذا الغسل صلاتك صحيحة، لأن هذا الغسل للحدث الأكبر والوضوء للحدث الأصغر، والحدث الأصغر يدخل تحت الحدث الأكبر، فيقتصر على غسل من غير إيجاب وضوء، لكن بالقيد المتقدم مضمضة واستنشاق، لأن الماء لا يصل إلى الفم ولا يصل إلى الأنف، وإنما يغسل به الأعلى منه والظاهر منه، يعني الظاهر منه من جسده. فلا بأس إن شاء الله في إسقاط الوضوء بغسل الجنابة بهذه الصفة التي أشرنا إليها. وعلى هذا يحمل حديث عائشة: كان لا يحدث بعد الغسل وضوءه. أو يحمل حديث عائشة على حالته التي قد ثبتت بها الأحاديث الصحيحة أنه كان يتوضأ قبل أن يغتسل، وهذا هو الأحوط وهذا هو الأفضل، ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وما علم عنه ونقل عنه أنه كان يتوضأ قبل أن يغتسل الجنابة. وهذا لا شك أنك لا تحتاج إلى وضوء بعد غسلك، لأن الوضوء قد سبق قبل الغسل، فيكتفى به فلا داعي لإعادته مرة ثانية. لكن الكلام على مسألة ما إذا لم يتوضأ، فهل هذا الغسل من الجنابة يسقط الوضوء فلا يحتاج إلى وضوء؟ نعم، لا يحتاج إلى وضوء إذا مضمض واستنشق. وأما غسل التبرد وغسل التنظف فلا يستغنى به عن الوضوء، فإذا صليت به صلاة باطلة، صلاتك باطلة، تتوضأ قبل أو بعد. وإنما الكلام على غسل الجنابة الذي يدخل فيه الحدث الأصغر. وأما غسل التبرد وما فيه وضوء فلا يسقط الوضوء، وغسل تنظف ما فيه وضوء سابق ولا لاحق لا يسقط الوضوء، لا بد من وضوء.